إحنا كل يوم بنسمع كلام غريب عن الفراعنة، إنهم كان عندهم تكنولوجيا رهيبة، أو إنهم اتعاملوا مع الفضائيين، وإن المومياء ممكن تلعنك لو قربت منها. وحاجات لو صدقتها هتحس إن الفراعنة كانوا عايشين في فيلم مارفل مش في مصر القديمة. بس النهاردة أنا جاي أقولك الحقيقة. إيه الخرافات اللي الناس صدقتها سنين، وإيه اللي العلماء فعلا اكتشفوه؟ ويا ترى هل ممكن تكون في حاجة واحدة بس إن الخرافات دي قريبة من الحقيقة؟ جهز نفسك، لأن الفيديو ده هيغير نظرتك للحضارة المصرية بالكامل. الخرافة الأولى: الأهرامات بناها الفضائيين. أكتر خرافة منتشرة في العالم العربي والأجنبي، وللأسف ناس كتير فاكرين إنها حقيقة لأن شكل الأهرامات فعلا خارق بالنسبة لزمانهم. طيب، إيه الحقيقة؟ العلماء أثبتوا بأكتر من دليل إن الأهرامات اتبنت بإيد بشر مصريين، وده لسبب بسيط: وجود أسماء العمال منقوشة جوه الأهرامات. ناس محدش عرفهم، مش ملوك، مش كهنة، عمال مصريين عاديين. لو كانوا فضائيين كانوا هيكتبوا زرناك، نحن من كوكب المريخ. وكمان الأدوات اللي اتبنت بيها الأهرامات اللي لقوها مش ليزر ولا روبوتات ولا أجهزة رفع مضادة للجاذبية، دي أدوات حجر، خشب، نحاس، بس بطريقة ذكية جدا. وضيف على ده اكتشاف منازل العمال والمخابز، منطقة كاملة اتكشف عنها بتوضح من العملية كانت منظمة زي جيش صغير: أكل، نوم، أدوات، نظام شغل. مفيش كائنات رمادية بعيون كبيرة هنا، لأ، ده كله مصريين تعبوا وتعلموا واشتغلوا. الحقيقة المصري القديم ما كانش محتاج فضائيين، هو كان عبقري كفاية إنه يعمل ده. الخرافة التانية إن الفراعنة القدماء كان عندهم كهرباء. أكيد شفت الصورة اللي بتنتشر على الفيس، شكل بيضاوي كبير وفيه سلك جواه، ويقولك ده مصباح كهربائي فرعوني. الحقيقة إن الكلام ده مش صح، وتفسير العلماء عنه إن الرسم أصلاً رمز ديني. اللي على الحيطة دي مش مصابيح، ده رمز اسمه زهرة اللوتس خارج منها تعبان، والتعبان في الثقافات المصرية رمز للطاقة الروحية مش كهرباء. مفيش ولا أثر لإسلاك، مفيش نحاس محروق، مفيش لمبات. لو كان عندهم كهرباء أكيد كنا هنلاقي بطاريات، أسلاك، أثار قنوات طاقة، أدوات تشتغل بكهرباء، بس مفيش ولا حاجة من دي. واللي حصل إن الناس حبت تفسر الرسمة بطريقة عصرية، فأخدوها زي ما هي وقالوا دي لمبة، بس علمياً مفيش دليل واحد على ده. الخرافة الثالثة: لعنة الفراعنة. الخرافة الأشهر واللي بدأت تنتشر خصوصاً بعد فتح مقبرة توت عنخ آمون سنة 1922. ناس ماتت، حوادث، أمراض، والصحافة الأجنبية ربطت كل ده بكلمة لعنة. بس الحقيقة العلمية بتقول إن المقابر كان فيها فطريات سامة. مقبرة مقفولة من 3000 سنة، تراب راكد، بكتيريا، فطريات، غازات مضروبة. أول ما المقبرة اتفتحت الباحثين اتنفسوا الهواء به، فاللي حصل كان تسمم تنفسي مش سحر فرعوني. ومفيش ولا نص مصري قديم فيه لعنة بمعنى موت أو انتقام. المصريين كتبوا تحذيرات، بس كانت في شكل دعاء أو كلام رمزي مش تهديد، زي ليحمي الإله هذا المكان، مش اللي يفتح يموت زي ما الأفلام بتقول. الصحافة ضخمت الموضوع لما شافت إنه سهل يتصدق. الإنجليز وقتها كان عندهم هوس بالشرق، فكل حادثة حتى لو طبيعية كانوا ينسبوها للسحر. إذن اللي ماتوا بسبب ظروف صحية، مش بسبب مومياء قررت تلعن حد. الخرافة الرابعة: الفراعنة كانوا عمالقة. ناس كتير تقولك المصري القديم كان طوله 3 متر. طيب، العلم بيقول إيه؟ عندنا آلاف الهياكل العظمية،
متخزنة في المتاحف والمراكز البحثية، ولا هيكل واحد تعدى 2 متر. متوسط طول المصري القديم كان 160 ل 170 سنتي، بالظبط زي المصريين الحاليين. مفيش ولا تابوت يناسب عملاق، كل التوابيت بالأحجام الطبيعية. لو كان في عمالقة كنا هنلاقي تابوت طوله 3 متر، لكن الحقيقة الخرافة الخامسة: المومياوات بتحتفظ بملامحها بسبب مواد سحرية. منظر الموميا بيخض، لكن اللي عمله المصريين كان علم مش سحر. الملح المصري اللي هو النترون ده سر التحميط الحقيقي، بيمتص المية من الجسم لدرجة إنه يوقف التعفن تماماً. وإزالة الأعضاء كمان كانت خطوة ذكية، لأن الأجهزة الداخلية بتتعفن بسرعة. ولف الموميا بالكتان كان بيعمل عزل كامل عن الهواء. يعني التحنيط كان تقنية علمية متقدمة جداً، مش وصفة سحرية. وفي النهاية الخرافات حوالين الفراعنة مش هتخلص، بس الحقيقة إن الحضارة دي مش محتاج مبالغة علشان تبهرنا. كفاية إنك تعرف إنهم بنوا أعظم مباني في التاريخ، وحافظوا على أجساد بشرية لآلاف السنين، وتركوا علم وطب وهندسة لسه بيتدرس لحد النهاردة. اكتبولي تحت، تحبوا أكشف خرافات إيه في الجزء الثاني؟ الأهرامات، المومياوات، السحر الفرعوني، ولا أسرار غرف الدفن؟ ولو الفيديو عجبك ما تنسوش تدعموني بلايك واشتراك علشان نوصل ل1000 مشترك بأسرع وقت، وأشوفكم في الفيديو الجاي.